هاسألك سؤال وهادخل أنام على طول، أنا عارف إن أنا تقِّلت عليكم النهارده، بس أنا سؤال وهادخل أنام أقسم بالله على طول، سؤال بس جاوبني عليه. أنت النهارده لو نمت صحيت من النوم سمعت كده خبر إن خلاص إلغاء حاجة اسمها كورة، ما فيش كورة قدم تاني، خلاص اللعبة دي انتهت، بكرة الصبح ما بقاش في حاجة اسمها كورة، أنت مش هتحس إن أنت أخدت كفايتك من الجمال ومن المتعة؟ مش هتحس الإحساس ده؟ مفيش شخص في العالم هينام النهارده مش متكيف. مفيش حتى لعيبه فرنسا ومنتخب فرنسا وديشامب. ساكا هينام مبسوط، اول هاتريك في تاريخه في كاس العالم. امبابي هينام مبسوط، هداف النسخه دي والتانية على التوالي لاول مره في التاريخ، وبقى الهداف التاريخي لكاس العالم. طيب بيلينجهام مسجل تقريبا 6 أو 5 اجوان، وده ريكورد محدش كان يتخيله خالص من بيلينجهام. طيب غير بيلينجهام وغير امبابي وغير دي شامب، انت فاكر ان هو هيزعل من ماتش زي ده؟ ده ماتش ايكونيك، ماتش تاريخي، ماتش الناس تفضل فاكراه طول حياتها ان ده كان اخر ماتش لديدي شامب مع منتخب فرنسا. حاجه كده زي اعتزال السير، لو تفتكر ماتش اعتزال السير مع اليونايتد اللي خلص 4-4 بين اليونايتد ويست بروميتش. لحد النهارده الناس فاكره الماتش ده عشان كان ماتش تاريخي في البريمير ليج. ده هيبقى نفس الكلام، 10 اجوان، 10 اجوان. اكبر دليل يدل على ان لعيبه فرنسا طالعه مرضيه جدا الصوره اللي انا هسيبها لك دلوقتي دي. يعني هسيب لك صوره تثبت ان مفيش شخص في العالم مش هينام النهارده متكيف. مفيش، اقعد فكر، مفيش حد مش هينام متكيف. انا بحب الكوره قوي يا جماعه، يعني انا يعني بفضفض، انا بحب الكوره قوي، بحب الكوره حب بجد، اقسم بالله ما حبيت حاجه في حياتي كده ولا احب. مفيش حاجه قادره ان هي تبسطني زي الكوره ما هتبسطني. ومن كل قلبي اقسم بالله بتمنى ان الفاينل بكره يبقى 10% من اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده ده. هبقى مرضي قوي ما اشوفش ماتش ممل واتنين منتخبين محترمين بعض بالزياده وخايفين من بعض، عشان بجد البطوله تكمل بقى، عشان يبقى رسميا هي امتع بطوله جت في تاريخ كاس العالم. اتمنى ومباراه تاريخيه. انا هنام وانا واخد جرعه سعاده ما اعتقدش ان انا نمت وانا واخدها قبل كده من ماتش، حتى من الفرق اللي انا بشجعها على عمري نمتها. فحاجه بجد، حاجه روعه، واحنا جيل محظوظ قوي ان هو اتفرج على فاينل 2022 وان هو اتفرج على الماتش ده. احنا جيل محظوظ قوي.